قناص محترف بينضم لفرقة من القوات الخاصة علشان يخلصوا على أكبر تاجر مخدرات في العالم كله. بس المشكلة إن التاجر ده بيستخدم سلاح محرم ومش طبيعي، وبيقتل بيه أكتر من نص الفرقة بشكل غامض وسريع، والباقيين من الفرقة بيحاولوا يهربوا من المجمع بتاعه. ومش بس كده، دول كمان في النص بيواجهوا ميليشيات مسلحة بالكامل. فيا ترى هيقدروا يخلصوا عليهم ويهربوا ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه في الفيلم بتاع النهاردة، فيلا بينا. فيلمنا بيبدأ في دولة اسمها كوستا، وبنشوف اتنين قناصين اسمهم باكيت وزوندي، وبيكونوا في الوقت ده مستخبيين في مكان ما، وبيراقبوا مجمع لصنع وبيع الأسلحة. والمجمع ده المفروض إنه بتاع أشهر تاجر سلاح في العالم كله، واللي اسمه رايكر. وبيبقى شغال معاه مصمم الأسلحة المجنون ماكسيموم، واللي بيصنع أخطر الأسلحة المحرمة دوليا. وبيبقى باكيت وزوندي وباقي الفريق بتاعهم محاصرين مصنع الأسلحة ده علشان يخلصوا على رايكر وماكسيموم، وبيبدأوا يضربوا النار على كل الحراس اللي موجودين في المكان خارج المصنع ده. وبيبقى عايزين يقتلوا كل الحراس بسرعة علشان محدش فيهم يضرب جرس الاستغاثة ورايكر ورجالته يعرفوا يشتبكوا معاهم. وبنشوف إن بعد ما باكيت وزوندي خلصوا على كل الحراس، بتبدأ فرقة الاقتحام تتحرك بقيادة ضابط مخضرم اسمه موديسي، وبيلفوا في المجمع من جوه وبيفضلوا يقتلوا أي حد قدامهم بمنتهى القوة. وفي النهاية بيقدر موديسي واللي معاه يسيطروا على المجمع كله، وبيبقى في مجموعة قدروا يسيطروا على الجراج بتاع المجمع، ومجموعة تانية بيقدروا يسيطروا على مخزن الأسلحة. أما بقى موديسي ومعاه المجموعة الأساسية بيقدروا إنهم يوصلوا لتاجر الأسلحة رايكر، واللي بدون مقدمات بيجيب سلاحه وبيشتبك معاهم. بس بعدها بيتصل رايكر برئيس وزراء المدينة واللي اسمه دياز، وبيطلب رايكر من دياز يبعتله شوية من الرجالة العسكريين بتوعه، وبيبقى رايكر بيورد له أسلحة يستخدمها هو ورجالته في أي شغل شمال. فبالتالي ده اللي بيخليه يطلب منه المساعدة. المهم إن رايكر بعد ما خلص المكالمة بيحس إن دياز ممكن ما يلحقهوش، فبيقرر يتصرف بنفسه، وبالتالي بياخد معاه ماكسيمم مصمم الأسلحة وبيروح لأوضة سرية، والأوضة دي بيكون فيها سلاح غريب صنعه ماكسيمم بنفسه. وبيبقى السلاح ده خطير جدا جدا، علشان كده محطوط في مكان لوحده ومقفول عليه. وبيطلب رايكر من ماكسيمم يعرفه ازاي السلاح ده بيشتغل، فبيشرح له فعلا كل حاجة، بس بيقول له إنه لازم يخرجوا من الأوضة دي قبل ما السلاح يتفعل، وده لأنهم لو فضلوا هنا هيموتوا برضه. بس المشكلة إن في الوقت ده موديسي ورجالته بيقدروا يقتحموا الأوضة بسرعة، وساعتها بقى مش بيلاقي رايكر أي حل غير إنه يطلق السلاح. وفعلا بيطلق السلاح واللي بيطلع طاقة قوية جدا، والطاقة دي بتتسبب إن رايكر وماكسيمم وموديسي وكل اللي معاهم بيتحدفوا لبعيد وبيفقدوا كلهم الوعي، ومش بنعرف بقى حصل فيهم إيه، ولكن أكيد هنعرف قدام شوية. أما دلوقتي فلازم نرجع بالزمن 48 ساعة، بحيث يعني نعرف موديسي وفرقته اتجمعوا إزاي علشان يقوموا بالمهمة الخطيرة دي. فبنرجع بقى للماضي وبنشوف إن القناص الشهير باكيت بيوصل لمدينة كوستا، وبيكون موديسي في استقباله، وعلى طول بيعرفوا موديسي إنه هنا النهاردة علشان يساعدهم في مهمة القضاء على رايكر وماكسيموم. وبيكون مع موديسي اتنين من رجالته، وهم ظابط اسمه نوفا وظابطة تانية اسمها نادية، وبيعرفوا موديسي عليهم. بعدها بيتحركوا كلهم بالعربية علشان يروحوا لقاعدة العمليات بتاعتهم ويقابلوا هناك باقي الفريق. وفي الطريق بيتكلم نوفا مع باكيت، فبنعرف من كلامهم إن نوفا بيبقى من سكان كوستا، وإن عمه هو نفسه رئيس الوزراء الفاسد اللي اسمه دياز. ولكن نوفا بيبقى عكس دياز تماما، وده لأن نوفا بيقود المقاومة ضد عمه وحكمه، وبيبقى معترض على تعامله مع رايكر. وآخر حاجة بقى بنعرفها إن باكيت كان متهم بقتل أبو نوفا، واللي كان سياسي شريف جدا وكان رئيس الوزراء لكوستا قبل أخوه دياز. لكن الكل بما فيهم نوفا عارفين إن باكيت مظلوم بالقصة دي كلها، وإن اللي ورا قتل أبو نوفا هو دياز أخوه علشان ياخد رئاسة الوزراء منه، وده اللي حصل فعلا. وبيوصلوا حاليا للقاعدة بتاعتهم، بس لما بيدخل باكيت بيتفاجئ بظابط اسمه روزي، واللي بيبقى صديق باكيت من زمان جدا. وبيعرف باكيت منه إن هو اللي طلب من موديسي يعينه معاهم في المهمة دي، وبياخدوا روزي علشان يعرفوا على باقي الفريق. وبيتكونوا من 5 ضباط، وهما 2 بنات أنجل وهيرا، و3 رجالة هيلو ويانسن وجيت. وبعدها بنعرف من كلامهم إن الكل تقريبا من جنسيات مختلفة، وده لأن العملية دي مشتركة بين دول مختلفة علشان يقضوا على رايكر وماكسيمم. وبيدخل عليهم موديسي وبيكون معاه زوندي، واللي بيبقى قناص من جنوب أفريقيا، وبنعرف إن هو اللي هيكون مع باكيت في مهمة القنص دي. وبعدها بقى بنشوف إن موديسي بيكون مجهز القاعدة هنا وعامل المكان بتصميم علشان يكون شبه المجمع بتاع رايكر، وفي المكان ده بيبدأوا كلهم يتدربوا كأنهم على أرض الواقع، بحيث يكون عندهم خبرة ومعرفة كويسة بالمصنع وأماكن تواجد الحراس وكل التفاصيل اللي ممكن تقابلهم، علشان ما يكونش في أي مفاجآت في المهمة. وبعد ما بيخلصوا فترة التدريبات بيتحركوا كلهم على المجمع بتاع رايكر علشان ينفذوا المهمة ويقضوا على رايكر وماكسيمم. وطبعا احنا شفنا كل اللي حصل بعد كده. بنرجع بقى للحظة اللي كلهم بيغمى عليهم فيها، وبنشوف روزي واللي كان خارج الغرفة في الوقت ده، وبيدخل الغرفة وبيروح لرايكر اللي بيكون لسه عايش فبيثبته. وبعدها بنشوف إن موديسي وكل اللي معاه بيفوقوا واحد ورا التاني هما كمان،
وبيقبضوا على رايكر وماكسيموم علشان يتحركوا بيهم ويخرجوا من المجمع، وبينضم لهم كمان باكيت واللي معاه، بس بيقول لهم ماكسيموم إن سلاحه لسه ما اشتغلش وإن تأثيره لسه هيظهر قريب جدا، وبيقول لهم كلنا هنموت. طبعا محدش بيصدق الكلام ده وبيقولوا إن ماكسيموم بيكذب، بس ماكسيموم ما كانش بيكذب، لأن فجأة بنشوف موديسي بيبدأ ينزف من مناخيره وبيموت بعدها على طول. وبعدها بيموت كل اللي كانوا مع موديسي في الغرفة بما فيهم رايكر وماكسيموم نفسه بنفس الطريقة الغريبة دي. ومش بيتبقى حد عايش حاليا إلا الناس اللي كانوا بعيد عن الغرفة، واللي هم باكيت وزوندي وروزي وأنجل ونوفا وهيرا، أما الباقيين كلهم بيكونوا ماتوا. فبيكون باكيت واللي معاه كلهم مصدومين جدا، وبتكون أكتر واحدة مصدومة هي أنجل اللي بتفضل تقول لروزي إزاي ما كانش مع موديسي وقت الاقتحام في الغرفة، مع إنه المفروض كان يكون معاهم حسب الخطة وكان زمانه مات معاهم. فبتتهمه إنه مخبي حاجة عنهم أو كان عارف حاجة، وعلى أساسها استخبى بعيد عن الغرفة دي وعلشان كده لسه عايش. بس طبعا روزي بيعرفها إن كل كلامها ده غلط، فباكت بيسكت الكل وبيقول لهم إنهم لازم يفهموا إزاي سلاح زي ده تأثيره بيظهر متأخر كده وبيموت الناس بعد فترة من استخدامه. وبيكون باكت حاسس إن في حاجة غلط ومش مفهومة، بس بيقول لهم إن مفيش وقت قدامهم وإن ميليشيات دياز زمانها في الطريق وممكن يوصلوا في أي لحظة. وبيبدأ يتكلم معاهم على الخطة الجديدة، وبتكون الخطة بتاعته كالآتي: أولا كده بما إن نوفا عنده خبرة كويسة في الهاكر، فهيكون دوره إنه يحمل كل المعلومات الخاصة بالسلاح الجديد ده على القمر الصناعي بتاع وكالة الاستخبارات الأمريكية، علشان أمريكا وباقي الدول المشاركين في العملية دي يكون عندهم معلومات عن السلاح. وفي حالة إن دياز والميليشيات بتاعته وصلوا للسلاح ده أي وقت، يبقوا عارفين وقتها يوقفوه ويتعاملوا معاه. وبيزرعوا متفجرات في كل مكان في المجمع علشان يعني بعد ما ينتهوا من المهمة دي يدمروا كل حاجة والسلاح ده ما يقعش في إيد أي حد تاني. وبيبدأ كل واحد فيهم ياخد موقعه علشان يواجهوا الميليشيات أول ما توصل. وبيروح نوفا على غرفة السيرفرات وبيبدأ ينقل كل المعلومات، وبعد وقت قصير بتوصل الميليشيات للمكان، وساعتها بقى بيبدأوا ينفذوا الخطة بتاعتهم وبيرموا قنابل دخان في كل مكان في ساحة المجمع. وبيبقى الجنود مش شايفين قدامهم أي حاجة. بيظهر باكت من العدم ويقتل في الجنود واحد ورا التاني، ولما تأثير الدخان بيبدأ يروح بيجري ويستخبى. وبعدها بتبدأ باقي المجموعة يضربوا الجنود ويقتلوهم، بس للأسف وسط كل ده بتتحصر هيرا مع مجموعة من الجنود وما بيكونش معاها ذخيرة كافية، بس هي مش بتستسلم وبتطلع فاسين كده معاها وبتبدأ تتقاتل مع الجنود دول في معركة قوية جدا لحد ما بتقدر تخلص على كل الجنود. وبعدها بنشوف إن في واحدة من الجنود بتقدر توصل لأنجل وبتبدأ تتقاتل معاها، وبتكون الجندية دي بالذات من أقوى الجنود وبتقدر تصيب أنجل في ودنها، بس أنجل بتفضل تتقاتل معاها لحد ما بتخلص عليها. بعد كده بنشوف إن روزي بيوصل عنده مجموعة من الجنود وبرضه ما بيكونش مع روزي ذخيرة كافية، فبدون مقدمات بيبدأ هو يضرب فيهم بنفسه واحد ورا التاني وبيزعلهم كلهم. وفي النهاية بيلاقي روزي قنبلة فبيحدفها عليهم وبيخلص عليهم كلهم مرة واحدة وهو مش بيحصل له أي حاجة. وفي نفس الوقت ده هيرا كانت في غرفة مضلمة وبتنور حاجة تشوف بيها، لكنها بتتفاجئ بمجموعة من الجنود حواليها وبسرعة بيضربوها بالنار وبتقع هيرا ميتة في مشهد حزين. لكن لحسن الحظ باكت كان في المكان وبسرعة بيلبس نظارة الرؤية الليلية وبيبدأ يقتل في الجنود دول واحد ورا التاني من غير ما حتى حد فيهم يشوفه. وبعد لحظات بيكون الكل أموات. وفي الوقت ده بيتواصل نوفا مع باكت وبيعرفوا إن في مجموعة من الجنود داخلين عليه ومش عارف يتصرف إزاي، فبيقول له باكت يستخدم الموبايل اللي هو اداهوله قبل كده ويفجر الممر اللي بيوصل لغرفة السيرفرات، وبيبقى الممر مليان متفجرات وكلها مظبوطة على التليفون اللي مع نوفا. فبيسمع نوفا كلامه وفعلا بيفجر الممر وبيموتوا كل الجنود. وبعدها بيلاقي نوفا نقل البيانات اكتمل فبينسحب من غرفة السيرفرات وبيفجرها هي كمان علشان يدمر كل المعلومات اللي فيها عن أسلحة ماكسيموم. وبعدها بيقرر باكت إن خلاص ينسحبوا كلهم ويهربوا قبل ما يجي دعم تاني من الميليشيات، وبيقول لهم يتجمعوا كلهم في الساحة ويخرجوا من المكان ده، لكنه بيتفاجئ بواحد من الجنود بيقدر يسيبه في بطنه فبيقتله باكت وبيتحامل على نفسه وبيهرب من المكان علشان يتجمع مع باقي فريقه. وفي الوقت ده بنشوف نوفا وهو رايح عليه لكنه بيتفاجئ بجندي قدامه بيضربه طلقتين وبيموت. فبيجي بقى زوندي وأنجل وبيقتلوا الجندي ده ومعاه كام جندي تاني وبياخدوا الجثة بتاعت نوفا وبيروحوا كلهم لمكان التجمع واللي كان فيه باكت وروزي في انتظارهم، وبيلاقوا إن لسه في مجموعة من الجنود في المكان. فبيقول لهم باكت إنه مصاب وكده كده مش هيلحق يتنقذ، هيتقاتل هو مع الجنود دول وهيكسب لهم وقت علشان يقدروا يهربوا. بس روزي بيرفض يسيب صديق عمره يموت هنا وبيعرفوا إنهم هيخرجوا من هنا سوا. فبيتشجع باكت بعدها وبيبدأوا كلهم يتحركوا وبيتحاصروا من الجنود الباقيين، بس روزي وباكت مش بيفقدوا الحماس بتاعهم خالص وبيفضلوا يقتلوا فيهم. وفي اللحظة دي أخيرا الحظ بيبتسم ليهم لأن بيوصل مجموعة من الثوار اللي تبع نوفا وبيقتلوا الباقي من الجنود وبتنتهي المهمة أخيرا وبيمشي باكت واللي معاه من المكان. أما الثوار فبيروحوا علشان يجيبوا الجثث واللي بتبقى منهم جثة نوفا،
وواحد من الثوار بيكشف على نوفا وبيكتشف إنه لسه في نبض، وده معناه إن نوفا لسه عايش، فبيفرح الشخص ده وبيقرر ياخد نوفا للعمليات، وبنعرف بكده إن نوفا هيعيش. وبتعدي أيام على كل ده، وبنشوف حاليا روزي وباكت وهم واقفين عند الشاطئ مع زوندي وأنجل وبيتكلموا سوا، وبنعرف من كلامهم إن زوندي وأنجل ناويين يفضلوا في كوستا علشان يساعدوا الثوار على تدمير حكم دياز الفاسد ده نهائيا. أما بقى باكت وروزي بيقرروا إنهم يرجعوا بلدهم بعد الرحلة الطويلة دي، وفعلا بيودع باكت وروزي زوندي وأنجل وبيمشوا في طريقهم علشان يرجعوا بلدهم، وبيبقى كلهم فرحانين إنهم نجحوا في المهمة الصعبة جدا دي. وبس كده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تقولي رأيك في الكومنتات وتعمل لايك واشتراك لو لسه ما اشتركتش وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.